السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اولا الف مليون مبروك للمنتخب المغربي لاقل من 17 سنه من بعد الفوز ديالو الساحق الماحق على كاليدونيا الجديده ب 16-0. نعم، لاول مره في التاريخ تيوقع هذه الغزاره الكبيره في الاهداف. كان الرقم القياسي عند المنتخب الاسباني، كان فاز على المنتخب النيوزيلندي ب 13-0، ولكن المغرب في 2025 ماركا 16 وبذلك كيحطم الرقم القياسي وتيولي في المرتبه الاولى كاول فريق في العالم، ماشي افريقيا او عربيا ولكن في العالم، تيماركي 16 البيت في الالعاب ديال الفيفا، العاب كره القدم، سواء في الصغار او الكبار او الاولمبيين او في جميع الفئات. ما كاينش شي فريق اللي دار هاد النتيجه المعجزه الصراحه. من بعد ما المنتخب المغربي خسر في المباراه الاولى امام اليابان ب2-0، وخسر في المباراه الثانيه امام البرتغال ب6-0، يعني ناقص 8 ديال الاهداف، دخلوا في الشباك ديالو 8 ديال الاهداف وما ماركاش حتى شي هدف. ولكن في المباراه الحاسمه والثالثه ماركا 16 هدف وتقلب 360 درجه. تخيلوا معايا، كانت عنده ناقص 8 ديال الاهداف ولات عنده 8 ديال الاهداف، وبذلك كينعش الحظوظ ديالو باش يتاهل كاحسن ثالث للدور الثمن. وهنايا بزاف د المغاربه جبدوا ورقه وستيلو، جبدوا الكالكولاتريس يعني الاله الحاسبه، وبداو في الحسابات، واش غيتاهل واش ما غيتاهلش. انا نعطيكم كما تنقولوا الاحصائيات الحقيقيه وكذلك الحظوظ باش غادي يتاهل المنتخب المغربي او ربما ما يتاهلش، ولكن 99.99% غادي يتاهل في حاله عندنا جوج ديال السيناريوهات. الا بغى يتاهل المنتخب المغربي خاص اندونيسيا ما تفوش على الهندوراس ب 15 ديال اهداف للصفر. هذا هو السيناريو الاول باش يتقصى المنتخب المغربي. السيناريو الثاني خاص الهندوراس تفوز على اندونيسيا اكثر من 16 البيت، يعني خصها تماركي عليها 16 للفوق. هذا السيناريو الثاني باش يتقصى المنتخب المغربي. السيناريو الثالث خاص جميع الفرق اللي كتحتل المرتبه الثالثه تفوز، وكذلك اندونيسيا تفوز اكثر من 14 البيت. هذا السيناريو الثالث باش يتقصى المنتخب المغربي، ولكن كامل هاد السيناريوهات صعيبه بزاف. ربما توقع المعجزه وربما توقع المفاجاه وتماركي اندونيسيا على الهندوراس 15 البيت او اكثر من 15 البيت، ولكن تتبقى التوقعات صعيبه بزاف. هذه هي السيناريوهات، ولكن الحظوظ كتبقى كبيره والمنتخب المغربي الى فاز الى تاهل لدور الثمن وغادي يتاهل ان شاء الله. خاص اعاده ترتيب الاوراق، خاص نبيل باها يولي يعني يقلب على النقط الضعف اللي خلات نخسروا امام اليابان وامام البرتغال وبنتيجه كبيره، ونشوفوا نقط الضعف ديالنا ونركزوا عليها. وان شاء الله هذا الفريق هذا المنتخب راه عنده الامكانيات، غير دخل ربما عنده عليه ضغوطات، لان شاف المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه فاز بكاس العالم وكان خصو حتى هو يدير نتيجه كبيره، وحتى هو يعني لما لا هو يفوز بكاس العالم. هاد الضغوطات كامله، الضغوطات النفسيه خلاته ربما يفقد البوصله على ارضيه الملعب، ولكن ان شاء الله يتداركوا الموقف في الدور الثمن ان شاء الله. وان شاء الله غادي نديروا بحال كيف ما وقع لكوت ديفوار فاش كانت نظمت كاس افريقيا وكانت غادي تقصى، ولكن تاهلت كاحسن ثالث وفي الاخير دات الكاس. يعني حتى هنايا ان شاء الله في قطر ربما يوقع نفس السيناريو، وان شاء الله نديو الكاس اللي تكون الكاس الثانيه، الكاس العالميه الثانيه، وحنا ديما واجدين، وحنا راه بحال كيما الترند اللي داير حاله على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو غرير العسل عسيله. كيف ما شفتوا هذا الحيوان هذا اللي ما كيتراجعش، اللي ما كيستسلمش، اللي كيهجم على كل شيء، اللي يعني ما عندوش الخوف في القلب ديالو، سواء كان الخصم كبر منه، سواء كان قوي منه، سواء كيف ما كان الخصم كيهجم عليه وكيدافع على راسه وما تيرجعش للور. كذلك اسود الاطلس واشبال الاطلس حتى هما ما تيرجعوش للور وكيدافعوا على راسهم وكيتقاتلوا وما كيستسلموش. وغنختمها بواحد العباره اللي زوينه ومعروفه عندنا في المغرب: المستحيل ليس مغربيا، وديما مغرب، ولا عزاء للحاقدين والحاسدين، وان شاء الله نتاهلوا